بعد الواقعة اللي حصلت النهارده على الحدود واستشهاد جندي مصري بعد ما قتل 3 من جنود الاحتلال، ناس كتير افتكرت البطل المصري سليمان خاطر وقال ان في سليمان خاطر جديد ظهر النهارده. طب مين هو سليمان خاطر وايه قصته؟ وهل هو اتقتل ولا هو اللي موت نفسه حسب روايه الحكومه؟ خليك معايا وان شاء الله هتعرف القصه. سليمان محمد عبد الحميد خاطر، وده اتولد سنه 1961 في محافظه الشرقيه. وسليمان خاطر يا سيدي اللي اتولد في فتره الستينيات، الفتره دي اللي كان كل الكلام فيها عن الجيش والاغاني الوطنيه شغاله يا سيدي ليل مع نهار. وكمان شاف مشهد مهم او اثار مشهد مهم اللي هي ضرب مدرسه بحر البقر. المشاهد دي كلها اثرت في سليمان خاطر، ومن بعدهم حرب 73 وانتصار الجيش المصري فيها. وبعد ما كبر يا سيدي سليمان خاطر دخل الجيش زيه زي اي حد من الشباب المصري، وكان جندي في قوات الامن المركزي ما انه كان متعلم. هتقول لي ازاي ما ينفعش واحد متعلم يكون عسكري في قوات الامن المركزي؟ هقول لك لا، كان في ذاك الوقت ينفع، لكن بعد سليمان خاطر او بعد وقعة سليمان خاطر الوضع اتغير يا معلم، واصبح ممنوع على اي حد متعلم سواء كان دبلوم او ثانويه عامه او كليه ان هو يكون عسكري في قوات الامن المركزي. واصبحت قوات الامن المركزي ما بيدخلهاش غير الناس اللي مش متعلمين خالص او اللي هو واخد ابتدائيه او اعداديه، المهم الشخص اللي ما كملش تعليم لغايه ما وصل الثانويه العامه. المهم يا سيدي بعد انتهاء حرب 73 وتم توقيع اتفاق بين السادات وبين اسرائيل، تم الاتفاق على بند ان هو ممنوع الجيش يكون في منطقه الحدود. اللي يكون في منطقه الحدود الشرطه، طبعا قوات الامن المركزي اللي هو فيها سليمان خاطر. وسليمان خاطر كان الجيش بتاعه في جنوب سيناء، ولما راح سليمان خاطر يوقف في الخدمه بتاعته كالعاده شاف مجموعه من الاسرائيليين بيجربوا من مربع الخدمه بتاعته، ومعروفه التعليمات اي حد يجرب من مربع الخدمه بتاعتك يبقى لازم يكون معاه كلمه السر، مش معاه يبقى انت خلاص كده لازم تثبته وتوقفه. مرضيش يوقف بتضرب طلقتين في الهواء، خلاص كده مرضيش ان هو يوقف برضه بتضرب في المليان على طول. وهو ده اللي حصل مع سليمان خاطر، لما المجموعه الاسرائيليه مرضيش توقف سليمان خاطر راح ضرب في المليان وقتل 7 منهم. المهم يا سيدي بعد الحادثه دي كلام كتير طلع، تصريحات من هنا وتصريحات من هناك، وقالوا ان دول سياح. طب سياح ايه اللي وداهم في منطقه عسكريه؟ وبرضه قالوا ان ده واحد مجنون او مختل. مبارك نفسه لما اتسال قال لك ده حدث صغير واللي عمله مختل عقليا. طبعا كلام مبارك ده تشويه او تقليل من اللي اتعمل عشان ما حدش يفكر بعد كده ان هو يعمله او ان هو يكون ده بطل بالنسبه لهم فيحاولوا ان هم يقلدوه. المهم يا سيدي تم تقديم سليمان خاطر للمحاكمه، لكن كانت محاكمه عسكريه مش محاكمه مدنيه، في حين ان المحامي بتاعه اللي هو الشيخ صلاح ابو اسماعيل ابو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل طلب منهم وقال لهم ان ده عسكري في قوات الامن المركزي يعني تبع الشرطه، يعني المفروض ان هو يتحاكم قدام محكمه مدنيه، لكن طلبه اترفض وتم محاكمته قدام محكمه عسكريه، وتم الحكم عليه يا سيدي بالمؤبد 25 سنه. لكن على الرغم ان ساعتها ما كانش فيه لا سوشيال ميديا ولا فيسبوك ولا تويتر، لكن الناس كانت رافضه اللي بيحصل مع سليمان خاطر، طلعت مظاهرات رفض قصه المحاكمه اصلا من اساسه ومن اصله، وكانوا شايفين ان هو بطل. حتى المساجين نفسهم كانوا شايفين ان سليمان خاطر ده بطل وكانوا بيعاملوه معامله كويسه. وسليمان خاطر لما اتكلم اثناء المحاكمه قال لهم ان انا اصلا مش خايف من الموت، بس انا خايف على زمايلي ان هم يخافوا وتموت عندهم روح الوطنيه، وان الحكم ده مش حكم ضدي، ده حكم ضد مصر، لان انا اصلا جندي مصري وكنت بأدي واجبي. لكن في اليوم التاسع ليه في السجن يا سيدي طلع خبر ان سليمان خاطر موت نفسه وانتحر، وطلعت الصحافه من بعدها تتكلم ومحللين عمالين يتكلموا، واحمد موسى بتاع ذلك الوقت قال لك لا ده هو اللي موت نفسه ومحدش لمسه. طب ازاي مع ان سليمان خاطر طلب من اهله ان هم يجيبوا له كتب في السجن عشان يكمل دراسته وياخد الدكتوراه اللي هو كان بيحلم بيها؟ وحتى اهله لما استلموا الجثه بتاعته لقوا اثار ضرب في رجليه وتعوير حوالين رقبته. ومعروف يا سيدي ان ملايه السرير او القماش ممكن يقتل بني ادم عادي لكن مش بيعوره. ومات يا سيدي سليمان خاطر رحمه الله عليه، ومصر بعدها دفعت تعويضات للاسرائيليين وقدمت اعتذار رسمي لاسرائيل. طبعا ما فيش اي اعتذار لسليمان خاطر على اللي هم عملوه فيه، لكن سليمان خاطر يكفي ان اجره هياخده من ربنا، ويكفي ان قصته هتفضل تتحكي ليوم القيامه، ويكفي ان هو اي موقف يحصل زي اللي حصل النهارده الناس هتفتكر فيه سليمان خاطر.